زي ما بقول لك كده، احذر المراجعه النهائيه مع المستر ده بالذات. صدقني هتلاقي شويه معلومات كتيره جدا واقعه منك، وبالذات في العضويه. الفكره انك مش بتبقى عارف ان المعلومات دي واقعه منك غير في ليله الامتحان، ويا عيني بتبقى مش عارف هتروح فين وتيجي منين. وللاسف لو دخلت الامتحان وانت موقع منك المعلومات دي هتنقص درجات كتير وانت في غنى عن الموضوع ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الفيديو ده جاي اقول لك ازاي تراجع الكيمياء في ثانويه عامه. وطبعا كلنا عارفين ان ماده الكيمياء في ثانويه عامه هي ماده فيها معلومات كتيره جدا جدا جدا، من اول باب الحديد لغايه اخر حاجه واللي هي العضويه. في النص وفي المنهج كله بيبقى فيه معلومات مهمه جدا جدا جدا، زي الايزومرات، وازاي تحول من معادله لمعادله، وازاي تربط بين معادلتين، وازاي تجيب معادله من الحديد تجيبها في العضويه، وحاجات كتيره شبه كده بتقابلها في منهج الكيمياء في ثانويه عامه. الفكره بقى ان انت لازم وانت بتدرس الكيمياء في ثانويه عامه تكون على يقين تام ان انت لازم تدقق في كل التفاصيل، كل الكلام اللي بين السطور، كل التريكات، كل الحاجات اللي المستر بيقولها في الشرح او بره الشرح. الكلام ده كله لازم تركز فيه عشان يجي لك في اخر السنه تكون معاك حصيله من المعلومات او التريكات تقدر تحل بيها اي مساله في الثانويه عامه او في الامتحان بتاع اخر السنه. بمعنى اصح تكون واقف على اساس صلب ما يخلكش تتهز قصاد اي مساله. وانا جاي في الفيديو ده مش عاوزك تقع في الغلطه اللي انا وقعت فيها في ثانويه عامه، وازاي في ليله الامتحان عرفت ان انا موقع حاجات كتيره في العضويه وما كنتش على درايه بيها طول السنه اللي انا كنت بذاكر فيها الكيمياء. وفضلت اذاكر فيها ليله الامتحان اكتر من 12 ساعه، اقعد بذاكر الحاجه دي بس خوفا من اللي هي تيجي في الامتحان. وكل ده بسبب غلطه ارتكبتها زمان في ثانويه عامه ولغايه دلوقتي لسه بندم عليها. وانا مش عاوزك تقع في الغلطه دي. كمل معايا الفيديو للاخر وباذن الله تطلع مستفاد مليون المية. والموضوع بدأ معايا من اول السنه، وان انا كنت كأي طالب كده بشوف المدرسين الممتازين اللي انا هاخد معاهم على اليوتيوب او على المنصه، واشوف احضر مع مين واظبط مواعيدي. والمهم وقع الاختيار على مدرس الكيمياء مستر محمد عبد الجواد، وبالفعل كنت باخد معاه من اول السنه، بس كنت باخد معاه على اليوتيوب. باخد معاه من اول السنه درس بدرسه، افضل اسمع في الشرح اللي هو كان بيشرحه. والشرح اللي كان بيشرحه كان سنه 2021 او 2022 مش فاكر على ما اتذكر يعني. المهم اللي هو كان سنه قديمه عن الشرح بتاع 2023 السنه بتاعتي. المهم ان انا كنت متابعه على اليوتيوب عادي زي اي طالب، وكنت طالب مجتهد كمان، وبسمع الدرس اول باول، وبفضل ادون في الكراسه اللي انا بذاكر فيها، وبذاكر الدرس بعدها وبعدها بحل. كانت الامور ماشيه تمام والدنيا فل وزي السكينه في الحلاوه. وكنت مفكر ان مستر محمد عبد الجواد بيقول كل المعلومات ومش هيبقى ناقصني اي حاجه. وده كان اول خازوق اخده في ثانويه عامه. الفكره ان انا ما كانش عندي ثقافه ان انا اسمع مدرس واتنين واشوف شرح واتنين واحل كتاب وكتابين، لا، كانت الفكره دي، الثقافه دي مش موجوده عندي في ثانويه عامه، وبالذات في اول السنه وفي نص السنه. فدي اول غلطه انا وقعت فيها ومش عاوزك تقع فيها. لازم يكون عندك ثقافه ان انت تتفرج على مدرس واتنين، على شرح واتنين. اي معلومه زياده انت مش متاكد منها شوف اي مدرس يشرحها لك على اليوتيوب، اسال فيها اي حد، اسال فيها قرايبك. المهم تكون مكمل المعلومه دي صح، وما توقفش على المدرس اللي انت بتاخد معاه وتكون عاوزه يشرح لك ويقول لك كل حاجه، لان احنا طبيعي بشر، والبشر خطائين. فالمدرس ممكن ينسى، ممكن ما يقولش المعلومه دي يقولها الحصه الجايه. وفي الشرح بتاع اليوتيوب بتاع مستر محمد عبد الجواد انا لاحظت ان هو كان بيشرح في السنتر وبيصور الفيديوهات من شرحه في السنتر. فانا لما كنت بشوف الشرح كان ساعات في السنتر ذات نفسه المستر من كتر ما هو مثلا ملخوم او مشغول بينسى يقول معلومات معينه، فبيقولها مثلا الحصه الجايه في نفس المجموعه. وللاسف تصوير السنتر مع مستر محمد عبد الجواد كان مش بيراعي الحته دي، فكان بيقصقصهم. وكان بيجي على حته الحل، اول ما بيبداوا في الحل يعني في المذكره بتاعتهم كانوا بيقطعوا او بيعملوا قط للفيديو، فبكده بيكون الفيديو خلص لان هو بيقدم لك شرح بس على اليوتيوب. فالفكره بقى ان وهم بيحلوا بيكون في معلومات زياده المستر بيقولها، بيقول لك مثلا اكتب هنا قانون كذا، اكتب هنا كذا، اكتب هنا كذا. فهي دي المعلومات اللي المستر كان بيبقى ناقص اللي هو يقولها ما بيقولهاش. وللاسف انا في الحته دي ما كنتش عارف ان الموضوع ده بيحصل غير في اخر السنه. اكتشفت ده امتى بقى في الاخر؟ اكتشفت ده في الاخر لما رحت مع مستر عمرو الصيفي في السنتر. رحت مع مستر عمرو الصيفي في السنتر وبدات احضر العضويه معاه، لقيته بيقول كميه معلومات اقسم بالله اكاد ان زي ما بيقولوا كده شعر هيقف. ازاي ده انا مراجع العضويه ولا شايف العضويه مع مستر محمد عبد الجواد والمعلومات دي مش موجوده، المستر ما بيقولهاش. هو المستر بيقول حاجات كتير بس في كده زي ما بيقولوا كده ايه التريكات، الحاجات اللي هي بين السطور. الحاجات دي انا ما شفتهاش على اليوتيوب، ما حدش شرحها لي على اليوتيوب. مستر محمد عبد الجواد ما كانش بيقولها على اليوتيوب. طبعا ده مش عيب في المستر، لان المستر المعلومات اللي كان بيقولها انا كنت بفهمها، وكنت ببقى طالع بحل اي مساله على المعلومات اللي بيقولها المستر في الفيديو. ركز في كلامي، انا بقول ان في معلومات المستر ما كانش بيقولها. الله اعلم بقى هو كانت بيتقطع عليها ولا هو بيقولها في السنتر ولا هو بيقولها في المذكره، الله اعلم. بس انا لما رحت مع مستر عمرو الصيفي لاحظت ان في معلومات كتيره جدا 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 فايتاني وناقصاني، وبالذات في المراجعه النهائيه. يعني انا اشتركت مع مستر عمرو الصيفي في المراجعه النهائيه،
في العضويه بالذات، في العضويه بالذات، والكهربائيه كنت واخدها مع مستر خالد صقر. المشكله اللي في العضويه كان في معلومات كتيره جدا زي ما انا بقول لك كده. لما شفت الفيديوهات بتاعت مستر عمرو الصيفي لاحظت ان في كلام كتير لسه ما اتقالش، فخلاني اتعب جدا 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 في ليله الامتحان الاسبوع اللي قبل الماده. كانت حاجه بصراحه يعني ربنا ما يوريهاش لحد، كانت حاجه في قمه الصعوبه، واللي انت تفضل تراجع العضويه من اول للاخر في حاجات اصلا انت ناقصها، تحويلات، والموضوع كبير جدا جدا جدا. انا مش عاوزك تغلط الغلطه اللي انا غلطتها، وعاوزك تركز كويس جدا جدا في المدرس اللي انت تاخد معاه المراجعه النهائيه، يكون بيقول كل المعلومات. ممكن مستر محمد عبد الجواد في المنصه يكون بيقول المعلومات كلها، بس انا تجربتي انا لما دخلت على التطبيق بتاع مستر محمد عبد الجواد وعاوز اشترك في الموضوع وعاوز اشترك واشوف الشرح، لقيت ان في مشكله في الشحن او حاجه شبه ذلك يعني. المهم ما عرفتش اشترك في المراجعه النهائيه، وكان واقع الاختيار ساعتها مع مستر عمرو الصيفي، واشتركت في المراجعه النهائيه، والحمد لله الموضوع عدى على خير، وقدرت الحق الموضوع، وقدرت ايه زي ما بيقولوا كده اظبط الموضوع واخش الامتحان وانا مطمن ومستريح. مع اني اقسم بالله في امتحان الكيمياء ده انا ما كنتش عاوز اروح الصبح الساعه 8 الصبح ولا الساعه 7 ونص الصبح، المفروض انزل الامتحان عشان هيبدا 9. انا ما كنتش عاوز انزل خلاص، هي تربست في دماغي انا مش هقدر الحق. مش متاكد من الحاجات اللي انا دخلتها في دماغي، حاسس ان الحاجات كلها ساحت، الحاجات كلها طارت، فكنت حاسس بخيبه امل كبيره جدا لغايه ما دخلت الامتحان والحمد لله ربنا وفقني. وبس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. مش تعمل لايك على الفيديو وشارك انت مش مشترك، عايزين نوصل 10,000 سبسكرايبر في اقرب وقت ممكن، وسلام.